كام واحدة فينا بتبتدي يومها بالتربية الإيجابية وتكون كلها نشاط وكلها حب كده ومشتاقة لأولادها، وعلى اليوم ما يخلص كده وتراكم التعب واللف ورا العيال والزن الكتير بتتقلب للأم المتوحشة. انا زيكم، انا قوي كده، والموضوع مجهد قوي بالذات من العمر اللي هو 0 ل3. العمر ده مليان اكتيفيتي، مليان حركه، مليان زن، مليان تحديات كتير، وانا ما كنتش فاكره انه قد كده مليان حاجات ان احنا نفهمها عشان نعرف نتعامل مع السن ده بشكل صح. المهم انا حاولت ان انا افهم الحاجات دي، حاولت ان انا اقرا كتب واسمع فيديوهات عشان اجمع ازاي نتعامل مع السن ده، وايه اهم الصفات اللي احنا ممكن لو فهمناها نعرف نتعامل معاه صح، ونعرف امتى الموضوع مش مستاهل لا كبري دماغك، وامتى لا الموضوع مستاهل ونحاول ان احنا نعالج الموضوع عشان هيفرق في شخصيته قدام. دي اول مره تشوفيني على اليوتيوب، ما تنسيش ان انتي تشتركي في الشانل وتفعلي الجرس عشان اي فيديو بعد كده اعمله يكون عندك. بصي يا ستي، عشان نفهم السن ده صح ممكن نقسمه من 0 لغاية سنة، وبعد كده من سنة يعني من بعد ما يتم عمر السنة لغاية ما يتم ال3 سنين. من 0 لغاية سنة الطفل في الوقت ده هو اتاتشد خالص ليكي، هو بيكون مش فاهم قوي انه انت شخص وهو شخص مختلف عنه، وبالتالي العلاقة القوية والمرتبطة تماما بيكي في الوقت ده هي مهمة. فلو حد مثلا بيقولك ما تشيليش الطفل كتير، او ما تلمسوهوش كتير، او ما تعودوهوش على الشيل او الهزة او الحاجات دي، للاسف لو احنا ما شلناش الطفل كتير في الوقت ده وما لمسناهوش كأم، مش يعني ما ينفعش حد غيرك، انت كأم ما شلتوهوش كتير وما اديتهوش من حب وقرب ليكي، هو للاسف بيطلع مفتقد للامان والحنان منك، لان بيطلع حاسس بانسكيورتي ان المكان ده مكان مش امن. انا لما كان عندي احتياج فلاني، او كنت جعان، او كنت تعبان، او ما عندي مغص، ماما ما شالتنيش، فبالتالي المكان ده مش امان ليا. فالعمر ده بيختلف عن العمر اللي بعد كده هنحكي عنه، انه محتاج قوي ان انت تكوني دايما بتشبعيه حب ولمس وحنان. العمر ده اول سنة هو فاكر نفسه مش مستقل تماما لسه عنك. بعد كده بقى من عمر السنة وانت طالعة بيبتدي بقى يدرك ايه ده انا عندي إرادة، انا انسان مختلف، انا حد مختلف عن ماما. طب ماما بتقولي نو كتير، طب ما اجرب انا كمان اقول نو على الحاجة اللي انا فاهمها ولا انا مش فاهمها. فهتلاقي بعد سن السنة كده اول حاجة يتعلمها بعد بابا وماما، وممكن قبلهم ما تعرفيش يعني نو او لا، بالذات لو انت بتقولي نو او لا كتير. فهتلاقي اي حاجه بيقولها ممكن يكون مش فاهم حتى سؤالك ايه او انت عايزه منه ايه، هيقولك لا، لان هو بيجرب ان هو انسان مستقل عنده اراده مختلفه، فبيجرب يعني ايه يقول لا. ففي الوقت ده بقى هتلاقي واحده من اهم الخصائص في السن ده ان هو بيعاند او بيجرب يكون شخصيه مختلفه، او يا جماعه انا مش طيشه، انا ليا راي، انا ليا وجهه نظر، حتى لو وجهه النظر دي انت اكتشفتي ممكن مع الوقت تكتشفي ان هو مش فاهمك اصلا، بس انا ليا وجهه نظر، يعني انا ليا راي هنا وهقوله. فالوقت ده طبيعي نسمع كلمه نو ولا كتير. الصح هنا ان احنا ما نعاندش قدام الطفل ونقول له لا وهتسمع كلامي وكده، احنا نحاول نفهم بس ان هو بيحاول يثبت شخصيته، يثبت ان هو انسان مستقل، وبالتالي نحاول يعني نوظف الطريقه ان احنا نخليه يعمل الصح، بس من غير ما نعنده كتير، بحيث ان احنا ما نقتلش فكره ان هو شخصيه مستقله. هو في السن ده عايز يحس ان هو شخصيه مستقله وليه اراده، ما ينفعش نهدم ده ونقول له لا انت هتسمع الكلام غصب عنك. امتى بنتدخل بشكل حازم وفعلا بنقول له انه لازم يعمل حاجه بشكل حازم؟ لو في حاجه خطره عليه، لو احنا فعلا بنمنعه من حاجه خطره، يستحسن نبعد الحاجه الخطره دي ونقول له الانستراكشن لا، وعلى فكره هيرجع يعملها تاني. فمش الحل الضرب، الحل ان احنا نحاول نلهيه. السن ده سن الالهاء، بعد كده الالهاء مش هينفع قوي، بس ممكن نلهيه، ممكن ان احنا نبعد الحاجه الخطره دي، ممكن ان احنا نبتدي ان احنا نقفل مثلا لو الكهرباء ليها تقفيلات، لو الدواليب ليها اقفال، برضو ده بيساعد شويه انه نبعد الخطوره عن الطفل. نعمل ايه بشكل ايجابي عشان نعزز فكره استقلاليه الطفل؟ وعلى فكره استقلاليه الطفل في الوقت ده بتخليه بعدين انسان عارف ان هو يعتمد على نفسه، فهي مهمه. نعمل ايه؟ ندي شويه وظايف للطفل تحسسه ان هو يقدر يعمل حاجه. يعني ممكن نخليه يساعدنا شويه في البيت، ينظف حاجه، يمسح حاجه، يختار مثلا حاجه مثلا وقعت منه يمسحها هو بنفسه. ممكن يختار لبسه، يعني مثلا تديله قطعتين مناسبين للجو ده، عشان ما حدش يقول مثلا لا بيختار صيفي في الشتوي، لا انت تختاري مثلا قطعتين وتسيبيه هو يختار، تحسسيه ان هو ليه قرار وان هو قراره ده هيتنفذ. ممكن برضو لو انت بتلبسي حاجه او بتعملي حاجه، حبيبي تحب اعمل ده ولا اعمل ده، الحاجات دي بتحسسهم بنفسهم، بتحسسهم ان هم انسان يعني ناس مستقله، وان هم رايهم بيتاخد بيه، فبتساعد على استقلاليتهم بشكل صحي وفي نفس الوقت مش بتضرهم.
تاني حاجه خصائص في السن ده واللي مش هتكمل معاه بعد كده، اللي هو من سن سنتين زي ما قلنا لسن 3 سنين، هي ان هو الطفل ده مقلد لاي حاجه ولاي حد وفي اي حته. طبعا دي ميزه وعيب. ميزه ان احنا لو احنا عايزين نعلمه اي حاجه هنعملها قدامه، يعني انا مثلا علمت بناتي ان هي تغسل سنانها او ان هي تكون ليها روتين ثابت للنوم، ان انا بعمل ده قدامها، فهي حاجه تحفه جدا لو احنا هنعرف ايه اللي بيظهر قدام الطفل. وطبعا عيب لان هو اي حد في الشارع، اي حد بيقول اي كلمه، اخوه الاكبر منه او اي حد بره بيكون بيقلده. فالعيب هنا ان احنا مضطرين ان احنا الجو المحيط بيه يكون شويه ليميتد، وعارفين ايه اللي هيتعرض له. ممكن نكون لما بنخرج من الطفل او لما حد يزورنا في البيت، ناس كتير يقول ده الطفل حركته كتير، ده هايبر اكتف، روحي اكشفي عليه، هو مش قاعد على حيله ليه. ده سمة سن، يعني حاجة مش شرط تكمل مع الطفل بعدين. اغلب الاطفال في السن ده اول ما بيكتشفوا ان هم يقدروا يتحركوا من مكانهم هم ما بيقعدوش، بيروح يفتح الابواب كلها، بيروح يفتح الضلف، بيروح يكتشف دولاب، بيروح يكتشف اي حاجة، وده طبيعي لان دي سمة سن. فلو لقيتي طفلك قاعد اصلا ومش عنده اي فضول ان هو يشوف اي حاجة، ده هنا المشكلة، مش المشكلة في حركته. فخلينا لما نسمع الكلام ده نبقى عارفين كده جوانا انه الكلام ده مش حقيقي، ده سمة سن، مش صفة سيئة في الطفل في السن ده. صفة كمان برضو فيها ميزاتها وفيها عيوبها، ان هو بيصدق اي كلمة تتقاله، وده بيخلي علينا شوية لود ان احنا نعرف بالظبط ايه اللي بنقوله للطفل بنسمعه له وايه اللي لا. لانه مثلا لو انت قلتي له او قلتي لبنتك او حاجة انت جميلة، هي هتترجم في عقلها انا جميلة، فهتروح في المرايه تقول ايه الجمال ده او انا جميله. لو قلت لها انت غبيه، انت مش فاهمه، فبالتالي هتستغبى فعلا. يا جماعه الموضوع مش هزار، هتستغبى فعلا لانها هتحس ان انا مش هعرف اعمل حاجه او انا مش هعرف افكر صح. لو ابنك بتقولي عليه انت ما بتاكلش او ابني ما بياكلش، فهيقلل فعلا في اكله، هو بيصدق كلامك، بالنسبه له حاجه مصدقه، هي ما فيهاش نقاش، هو اللي انت هتقوليه هيكون فعلا. حاولي سمعي الطفل بقى في الاثناء دي حاجات ايجابيه ومشجعه ومحدده على حاجات معينه. يعني مثلا لو عمل حاجه صح اشكريه عليها، لو ذوقه كويس قولي انت ذوقك حلو، شكلك حلو، فستانك حلو. بلاش الحاجات المبالغه اللي هي انت اشطر حد في العالم، انت جدعه جدا، او يعني بلاش المبالغه اللي هي هتفسد على الناحيه الثانيه. لكن خلينا نشجع على الحدود اللي فعلا الطفل فيها مميز فيها، نسمعه كلام ايجابي عليه. صفة كمان برضو مميزة في السن ده الميل للفك والتركيب. طبعا حدث ولا حرج على الريموتات اللي بتفك، وبنشوف الحجارة والحاجات اللي بتتكسر بس عشان نشوف اللي جواها ونحاول نركبها تاني، طبعا ما بتتركبش. فده طبيعي قوي للسن ده. نحاول بس لو حاجة قيمة عندنا ان احنا نبعدها، ولو حاجة ينفع تديها له لعبة او كده يفك فيها ويركبها هتكون حلوة قوي في السن ده. وحاولي يعني بمناسبة موضوع الريموتات او كده، اي بطارية يا جماعة، سواء بطارية ساعة او بطارية قلم او اي بطارية، هي خطر قوي ان الطفل ممكن يبلعها او حاجه. فحاولي اي حاجه فيها بطاريه، لان هو يحاول يفك كل حاجه، تبعديها شويه عن ايده في الفتره دي. كم مره بنستغرب تصرفات اولادنا، اللي هو مثلا حبيبي ما تعملش كذا، وتلاقيه ساب مثلا ان هو ما تعملش كده، مثلا ما تفتحش ضلفه المطبخ وسابها وراح دخل جوه الدولاب. حبيبي سيب الدولاب، سابه وراح شد التلفزيون. حبيبي بتحسي في تصرفات غير منطقيه وكتيره قوي ورا بعض، يعني مش بنلحق ناخد نفسنا، وفي الاخر بتنتهي يا بنضربه يا بنزعق فيه، يعني احنا بنديله فتره ان هو يقعد لوحده. فانا بس جايه اقول لك ان النقطه دي هو عقله في السن ده غير متزن. عقله في السن ده بيسمع اشارات كتيره قوي في مخه، روح اعمل كذا، كسر كذا، هات كذا، افتح دولابك، ادخل جوه الدولاب، ادخل تويلت، اقفل الباب على نفسك. يعني هو في كميه اشارات كتيره قوي بتتبعت في الوقت ده، وده طبيعيه في السن ده. والاشارات دي صوتها اعلى بمراحل من صوتك، يعني هو تقريبا مش سامعك. فان هو بيلف ويعمل حاجات كتير قوي وبيكسر حاجات وبيفتح حاجات وعايز يكتشف حاجات قوي كتير، ده بسبب انه عقله في الوقت ده مش متزن. فحاولي اعذريه، وحاولي ان انت على قد ما تقدري ان انت يعني فهميه او شديه او في الحاجات الخطره او كده، واستوعبي ان دي للاسف فتره، وبعد كده عقله هيبقى اكثر استقرار. يعني لما بنيجي مثلا نخرج مع اولادنا او نرجع البيت او نعمل تغيير ما، مثلا حبيبي هنروح نخرج او هندخل ننام او كده، بنتخيل ان الطفل ده هيكون معانا ماشي زي العجينه وتمام. بنكتشف ان هو بيزرزر، مثلا حبيبي هنخرج فلا بيصوت، او هندخل ننام فلا في انزعاج وصويت او كده.
الطفل برضو في السن ده هو بيكون غير مرن، مش بسهوله قوي تقدري تغيريه من حاله لحاله. وعشان كده في اغلب فيديوهاتي قبل كده كنت بقول لكم ان التمهيد حاجه مهمه قوي. ما ينفعش نودي الطفل حضانه من غير ما نمهد له فتره يعني طويله قوي، مثلا شهر او حاجه. ما ينفعش ندخله ننام من غير ما يكون في روتين وخطوات واعدادات، بحيث ان هو هيدخل ينام بشكل سلس مش هيغضب. كل حاجه مهمه في السن ده ان احنا نمهدها، عشان فكره الغير مرونه دي ان احنا نحاول نتغاضاها شويه، وان احنا نعمل التغييرات اللي احنا عايزين نعملها بس بالتدريج. ممكن لو لاحظتي في السن ده تلاقي الطفل بيخاف من حاجات ما كانش بيخاف منها قبل كده، او بيلاحظ حاجات ما كانش فاهمها قبل كده وبيعلق عليها. ده نتيجه ايه؟ نتيجه ان الطفل في السن ده خياله واسع قوي. فمثلا لو سمع صوت مثلا بنتي مثلا كانت بتسمع صوت كرسي بيتحرك او كده عند الجيران او حاجه، فتقول لي ايه ده وتتخض قوي. بقول لها حبيبتي ده حد بيشد الكرسي او كده. المهم يعني في السن ده خياله واسع قوي، ممكن يتخيل تخوفات شديده قوي ويتخيل قصص، وممكن تحسي ان هو بيكذب عليكي. لكن الطبيعي ان في السن ده خياله واسع، فده لا كذب ولا مخاوف زياده عن اللزوم ولا اي حاجه. هو دي طبيعي السن في فكره الخيال الواسع. وخياله الواسع ده زي ما هو فيه بيعمل شويه تخوفات وشويه حاجات ممكن ان احنا نعالجها مع الوقت، بس هو كمان مفيد قوي عشان بيبني ذكائه. والمشكله بقى ان احنا لو عرضنا الطفل للتليفون او الموبايل في السن ده وفي السن البدري قوي بيقتل خياله وبيقتل ذكائه. فنحاول شويه ان احنا نبعد الموبايل ونحاول ناخر دخوله باكتر قدره ممكنه، ان احنا نحاول ناخره. يعني بلاش ندخله عن 3 سنين، لو قدرنا عن 7، لو قدرنا عن 10. عارفه ان دلوقتي بصعوبه قوي ممكن نعمل كده، بس كل ما ناخره كل ما هيكون فايده اكتر للطفل. من احلى الحاجات اللي احنا ممكن نعملها للطفل في السن ده ان احنا نقرا معاه قصه. فكره ان احنا نقرا مع الاطفال ستوري او القصه قبل النوم ده بيزود ادراكهم جدا وبيوسع خيالهم، بيخليهم اذكياء بعد كده لما يكبروا. في معلومه كده عايزاكي تعرفيها عشان تعرفي ازاي تتعاملي مع الطفل. دلوقتي اي انسان عنده مخه بيتكون من فصين، الايسر والايمن. الايمن ده الجزء اللي هو بيتحكم فيه المشاعر، الخيال، الذكريات، الموهبه زي الرسم والعزف والموسيقى. كل الحاجات دي مسؤول عنها المخ الايمن. الفص الايسر بقى ده بيكون الفص المنطقي اللي هو مسؤول عن القرارات، مسؤول عن النظام، مسؤول عن الوقت. طب ويشاء بقى القدر انه اطفالنا بيكون اول 3 سنين من عمرهم مش موجود او مش موجود، مش مفعل او مش ديفلوبد. الفص ده الفص الايسر بيكون لسه مش شغال. ايه اللي بيكون شغال واخد الابر هاند؟ هو الفص الايمن. يعني الذكريات، المشاعر، الهوايات، الرسم والموسيقى وكده. فهو بيفكر بمشاعره. فلك ان تتخيلي بقى ردود الافعال من اي حاجه بسيطه بتحاولي تقوليها له بشكل منطقي، هو مش هياخدها بشكل منطقي. حبيبي انا قلت لك 100 مره ان الموضوع ده خطر. هو مش هيفكرها بشكل منطقي، هيقول ايه ده، دي ماما تزعق، فهيصوت. فنحاول ان احنا في الوقت ده نكون جملنا قصيره وواضحه وفيها مشاعر، عشان في الاغلب بنكررها كتير لان هو الجزء المنطقي ده يعني لسه يعني يا دوبك بيطلع، يا دوبك هيبتدي يفهم ويبتدي يعقل ويبقى يمنطق الامور زي ما احنا عايزينه من ينطقها من بعد عمر ال3 سنين. فنحاول نقصر جملنا شويه ونخليها واضحه ومفهومه ومتكرره، وما نتوقعش كتير، ما نتوقعش ان الطفل يمنطق الامور من بدري. في الجزء اللي فات من الفيديو كنا بنحاول نعرض شويه ايه اهم الصفات في السن ده، ومنه اكتشفنا ان احنا عندنا شويه مشاكل ومش عارفين قوي ازاي نتعامل مع السن ده بشكل صح. فحاولنا نجمع كده اهم الطرق، يعني ازاي نتعامل بشكل صح مع الطفل اللي في العمر ده نتيجه الصفات اللي احنا قعدنا نحكي فيها قبل كده. فحاجه من الحاجات اللي لسه قايلاها ان احنا نستخدم جمل قصيره وواضحه بتون صوت واضح، ونحاول ان احنا تعبيرات وشنا تبين المشاعر اللي احنا عايزين نوصلها للطفل. لان زي ما قلنا ان الطفل بيفكر بمشاعره مش بعقله. فنكون مثلا لو احنا مبسوطين نوضح ده بوشنا وبتون صوتنا، متضايقين نحاول نوضح ده طبعا من غير ما اكسترا زعيق او اكسترا انتهار او كده، بس يعني نوضح ان احنا بحزم، انت مش هتعمل كذا، انا مش موافقه على كذا. لان هو مش هيفكر قوي في معنى الكلمه قد ما هيفكر في اكسبريشن الوش وطريقه كلامك للي انت عايز توصله للطفل. حاجه كمان مهمه ان انت حاول تحط نفسك مكان الطفل. دلوقتي لو انت مثلا شايفه انه خرجتي بالطفل فهو حد من زمايله او حد من صحابه اخد لعبته، فانت قلتي له انت متضايق ليه، احنا عندنا زيها بالظبط في البيت. هو مش مترجم قوي اللي انت بتقوليه، بلس ان هو شايف
لعبتي حاجتي اتاخدت مني، فانت حاسه الموضوع تافه وبسيط، بس هو بالنسبه له ده موضوع كبير. فحاولي حطي نفسك مكان الطفل في سن الطفل، في مشاعر الطفل في الوقت ده. ده هيخلينا نحاول نقرب المسافه شويه، ونحاول ان احنا ممكن مثلا بدل ما احنا متعصبين قوي يقل عصبيتنا، ونحاول نهدى شويه ونفهم انه الطفل دلوقتي زعلان. دلوقتي انت ما تقدريش يعني تحاسبي الطفل انت زعلان ليه، هو اوريدي زعلان. انت مثلا ممكن تحاولي ان انت تحتويه او تفهميه ان انا في بدايل او في كده، لكن ما ينفعش تحاسبيه انت بتصوت ليه او زعلان ليه. خليكي المكان الامن للطفل في الوقت ده، لانه يتعلم ان انت دايما هيهرب لك وقت ما هو متضايق، لانه في الوقت ده لو ما اتحضنش وحاسس ان هو في حد هيحتويه، هيفهم دايما انه العالم ده مكان عمره ما هيفهمني، انا ما حدش بيفهمني، انا ما حدش بيحتويني، انا ما حدش حاسس بيا. فلو انت ما كنتيش ليه ظهر او حضن في الوقت ده، هو هيحس دايما بالوحده بعد كده. اخر حاجه بقى ممكن تساعدنا شويه في طريقه التعامل مع المشاكل او السويت او يعني برضو نبوات الغضب اللي بتحصل، ان احنا ممكن نحاول نلهي الطفل لحاجه تانية، حاجه تانية تشده. حبيبي يلا هنخرج، يلا هنعمل حاجه تانية، حاجه بتشده. في الوقت ده ينفع نعمل فيها الالهاء، لانه بعد كده بعد ما يعقل شويه وسنه يكبر شويه هيكون الالهاء صعب، بس في اول 3 سنين الالهاء وسيله فعاله وكويسه في ان احنا نعالج نوبات الغضب. عايزه اشارككم ان واحده من الكتب اللي قريتها واللي ساعدتني فعلا في تربيه البنات وعلمتني حاجات كتير واخطاء كنت بقع فيها، هي كتاب سنه اولى مامي. الكتاب ده فعلا مفيد قوي، بيتكلم على بدايه الامومه وعن الفتره دي كمان من العمر بتاعه الاطفال، واللي كاتباه حد تربوي جدا ونفسي، وفعلا بتساعد قوي في الكتاب ده. فيعني لو انت عايزه برضو معلومات اكتر او كده عن السن ده، ممكن تجيب الكتاب ده. وكمان انا هحاول اعمل فيديوهات اكتر عن التربيه، وكل ما اقرا حاجه او افهم حاجه او اتعلم حاجه اكيد هشارككم بيها في الفيديوهات الجايه.